السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي كده انا عاملة الزبادي. طبعا احنا في رمضان ويوميا بنشتري زبادي للسحور، فانت كده ما تعمليها في بيتك. شايفين ما شاء الله متماسكة وجميلة ازاي؟ انا حتى بقلب الكوباية معاكم، شوفوا ولا سايلة ولا فيها مية زي ما بتيجي، وطازة عاملاها بايدك انتي. شايفين ما شاء الله من اول كوباية لاخر كوباية كلها متماسكة والمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بلتر واحد لبن بس عملت 7 كوبايات. لو عايزة طبعا تعملي أزيد بتعملي، بس أنا عاملة بعددنا، وبعين واحدة كده لتاني يوم أعمل بيها. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي، وعاملة زي الكريمة كده، متماسكة ولا فيها مية ولا أي حاجة. وطبعا عاملاها في بيتك نظيفة. وده كده منظرها هو يا حبايبي. وهنعمل الطريقة بقى معاكم خطوة بخطوة. طبعا دي زبدية أنا كنت عاملاها من قبل كده، زبدية بايتة من تاني يوم يعني. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها. طبعا بتجيبي بولة كده واسعة يعني شوية، عشان ايه؟ تقلبيها بشوية لبن بحيث ان هي تقلبيها خالص تبقى سايلة، عشان ما تعملش تكتلات في اللبن. نجيب كده شوية لبن في البولة دي كده، نفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما ايه، ما تبقى سايلة خالص معايا. لان انا لو حطيت الكوباية في اللبن كله هتضيع مني، مش هعرف اتحكم فيها، فيبقى فيه تكتلات. فانا كده جايبه حاجه صغيره ان انا ايه اقدر يعني اتحكم في التقليب بتاعها، يعني عشان تبقى سايله معايا. شايفين كده بالمنظر ده؟ لازم تبقى سايله خالص. كده انت قادره تتحكمي فيها ومفيش فيها اي تكتلات خالص. شايفين كده ما شاء الله بقت سايله خالص اهي. وطبعا اللبن بتاعك لازم يكون مغلي، وتسيبيه لحد ما يبقى دافي كده، يعني لازم يبقى دافي ما يبقاش سخن قوي. انا طبعا غليته وسبته لما برد خالص، وبقى دافي كده زي دمعة العين يعني زي ما بيقولوا. نقلبه برضو كده. زي ما انتوا شايفين كده، هو ده كيلو لبن او لتر لبن بيعمل معايا العدد من الزبادي اللي انتوا شفتوها دي. يعني 6 كوبايات من اللي هم 6 كوبايات بتوع الزبادي، يعني اللي هم بتوع مكنة الزبادي. بس دي كوبايات انا شاريها كده لوحدها، كوبايات زبادي كده بتتباع. فانا هم دولت 6، وعندي كوباية تانية بعملها بقى ايه، ابيتها لتاني يوم عشان ما اشتريش تاني يعني. فطبعا انت لو عاوزة تعملي اكتر بعدكم بتعملي زي ما انا عاملة كده بعددنا. طبعا بتكوني مولعة الفرن بحيث ان يبقى ده ايه، يعني يبقى الفرن سخن كده، وتقومي طافية وحاطة بقى ايه الزبادي بتاعتك. فانت من اول ما بتبدأي بتولعي الفرن بحيث ان يسخن يعني عم تخلصي. طبعا كده انا بعبيهم كده معاكم بالمنظر ده. على فكرة علبة الزبادي ما تجيش نص كوباية من اللي انا بعملها دي. وتقريبا علبة الزبادي دلوقتي ب5 جنيه والله. يعني بصوا مفيش فيها اي حاجة، ونص بتلاقيها مية ومسرسطة كده ومش حلوة. انما دي طبعا بتاكليها كده وما شاء الله عليها بتبقى حلوة قوي، عاملة زي القشطة معاكي كده. حاجة بقى عاملاها في بيتك ونضيفة وغالية لبنك يعني خالص مش بتبقى زي اللي انت شاريها من بره. ولو جربتيها مش متعبة وسهلة خالص وبسيطة. يوميا بعملها عادي بعد الفطار قبل الفطار، وبتخلص معايا وبحطها في التلاجة بعدها. ويعني الوقت قدامك طويل، يعني من بعد الفطار عادي تعملي، قبل الفطار عاوزة تعملي اللي يريحك، بتتماسك معاكي وتبقى حلوة. مش شرط تعمليها من بدري قوي، يعني ساعات والله بعملها الساعة 12 بالليل، يعني بعد ما بفطر واخلص خالص وبعملها، وبرضه بتتماسك معايا وبتبقى جميلة قوي. انت اصلا مجرد ما بتطلعيها من الفرن،
بتلاقيها متماسكة، باحطها بس في التلاجة تسقع بس، يعني مش باحطها في التلاجة يعني سايبة أو كده لأ، باحطها في التلاجة ماسكة خالص، يا دوبكش بس تاخد السقوعية ديًّا بس اللي أنتِ تعرفي تاكليها وهي ساقعة كده. طبعًا أنا عملت كده ال6 أهُمّن بتوع الكوبايات بتوع الزبادي، ودي كوباية عندي كده، دي بقى اللي بابيتها كل يوم لتاني يوم، شايفين ما شاء الله قريت اللبن جاب معاكِ قد إيه؟ أنتم طبعًا لو عددكم أكتر ممكن تجيبي اللتر ونُص يعمل لِك كمية حلوة برضه، شايفين؟ طبعًا أنا مولعة الفرن وحاطة مَيّة على النار تسخن، دي الخطوة بقى اللي أنا باقول لكم التانية أهيًا، تولعي الفرن يسخن، ودي مَيّة أنا مسخناها، مَيّة سخنة كده غلت، بتقومي حاطاها في الصينية اللي أنتِ حاطة فيها الكوبايات بالمنظر اللي أنا إيه باعمله معاكم ده، بس كده، وتدخليها بقى طبعًا هتطفي الفرن بقى دلوقتي وتدخليها بقى الفرن وتسيبيها ساعة ساعتين 3 وهي هتطلع لِك بالمنظر الجميل ده، وتحطيها بقى في التلاجة شايفين ما شاء الله. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش لايك، اشتراك، تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم على خير إن شاء الله.